بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خوش بسكانم برا عزيزكانم لا بروغرامي زاد قناغي يك بابتي جهنمي بيغمري خوش بسمان صلى الله عليه وسلم قيشنا لا بريتش يك. المرحلة الثانية الجهر بالدعوة واتا قناغي دوهم أشكرا كردني بانقواز. طبعا لا درسي بيشوا باسي أو ما نكرت كواوتمان قناغكاني دعوة سيانة قناغي يكم بانقوازي نهيني قناغي دوم بانقوازي أشكرا قناغي سيم بانقواز لدروي مكة. إيسا قشتنا قناغي دوهم كبريتية لا بانقوازي أشكرا الجهر بالدعوة. بله. أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. سورة الشعراء آيات 214 كم شتيك درباري جهر بدعوة أشكرا كردني دعوة كدابزي فرمايشتي خواهي پروردگارك أفرمي وأنذر عشيرتك الأقربين واتا خزم نزككاني خود آقدار كروا بيدار كروا. أنذير بمعنى بيدار هاتو بمعنى آقدار كرنوا هاتو. بله. وقد ورد هذا في سياق ذكرت فيه قصة موسى عليه السلام. طبعا أما آيات للسياقي چی هاتو لسياقي باس كردني چیروکی پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام هاتو لبداية نبوتي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل. لبداية نبوتي پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام حتى كوتاي هجرة كردني لقل بني إسرائيل بو يعني بو ولاتي خوان بو فلسطين. وقصة نجاته من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وبسرهاتي رزقاربوني على دس فرعون وقومكي وخنكاندني فرعون وآل فرعون. وكأن هذا التفصيل جيء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه مثالا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة. بلى. طبعا أليوكو كأنه أم تفصيلك أخوي تعالى باسي كردوا لو شوينا كاتي باسي موسى وبسر هاتي پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام لويش أمر بپیغمبرك صلى الله عليه وسلم كجهر بدعوة بك أليوكو أوايا كأنه مسلمانان يعني پیغمبر إخواو شوين كوتوكاني پیغمبر إخوا أغاتان لو بكوا لپیشتانا چی هي و چی زيادة الرقاتان و چون دجايتي أكرين و چون بدرو أخرينوا و چون آزار أدرين كاتك إيواء إعلاني دعوة كتانا كان بانقوازة كتان آشكرا كان يعني تشاوراني أمهمنا الراحتي أنا بن يعني آسان نية أو موضوعة أو بيغمري كي تري بيش إيواء نمونكي آوابوا إيواش بورغايا وريتشكايا عاتشن وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية. وابو أوي برشاورون بن لو يكديت الرقان هل سرتاو على جبل الصفا بابتي كتر لسر كيوي صفا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم هتف: يا صباحا. پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم بیانیه کی زو چو سر کیوی صفا ليوا بانگی لا قريش كرد وتي يا صباحا. يا صباح يعني بياني زو برا بيان. يا صباحا يعني بهواري ليه كردن بو بانغا يعني كو اقدار ببنوا ها هو فلانة كز ها فلانة عشرتيان قومنا ها يا قوم لفظ يكيترا عربك يعني خزمنا قومنا كسينا بس ليرة في غمري خاصة سرتاكي با يا صباحا دس بيكرد بو اوي هميان اقدار ببن ومو خلق بزانيت شيء موضوعك والروي تيبكن ام جادز بخسا كردنا في غمري خاصة الله ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل ام جادس يكرد ببان كردني همو عشرة تيركاني قريش قبيلة هوز باني كردن وفرموي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا هميان كاتي أمان بيسوتيان: من هذا الذي يهتف؟ أو كي بانكا
قالوا محمد. وتیان ئەوە محەممەدە. فأسرع الناس إليه زۆر بەپەلا هەموو خەڵک چوون. حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا ينظر ما هو. ئەگەر کەسێک تەنانەت تا ئەو حەدا ئەگەر کەسێک خۆی نەیتوانایە بچوایە بەهۆی وەزعێکەوە بەهۆی نەخۆشیەکەوە بەهۆی مەشغەڵەت بوونیەکەوە سەرقاڵبوونیەکەوە یەکی کێ ناتەوێت بڕۆ بزان وەزعەکە چییە بزان محەممەد بۆ بانگەکە. فلما اجتمعوا قال کاتێک کە کۆبوونەوە پێغەمبەری خوا فەرمووی أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي في سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ وتی ئەگەر پێتان بڵێم ئێسا لە پشتی ئەم دۆڵەوە طبعا پێغەمبەری خوا لەسەر کێوی سەفایە لە پشتەوە دۆڵەکەیە ئەوانشان لە بەردەمیە فەرمی ئەگەر ئێستا بڵێم لە پشتی ئەم کێوەوە لە ناو دۆڵەکەیە کۆمەڵە خەڵکێک یان جێشێک سوپایەک چاوەڕوانە بۆی با بەسەرتانە من ئەیبینم کە لەسەر کێوەکەم بەڵام ئێوە نایبینن ئایا باوەڕم پێەکەن کە من ئەو قسە بکەم؟ قالوا نعم. وتیان بڵێ ما جربنا عليك كذبا ئێمە درۆمان لە تۆ نەبینیوە وما جربنا عليك إلا صدقا تەنها ڕاستیمان لە تۆ بیستووە. قال وتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و إني سلم نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ئەمجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی دەی بزانن من ئاگادارتان ئەکەمەوە وریاتان ئەکەمەوە ئەتان ترسێنم کەوا سزایەکی زۆر بەتوند لە پێشتانەوەیە إنما یا لە مثلي پێشمانەوەیە یعنی وەکو چۆن بڵێ ئەگەر کەسێک لەسەر منهەج و پرۆگرامی خوان نەڕوا و بانگی پێغەمبەرەکان وەڵام نەداتەوە یعنی نەچێتە دەمی بانگەوازی پێغەمبەرەکانەوە ئەوە سزایەکی زۆر تون چاوەڕێیەتی. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا. وتی نمونەی من و نمونەی ئێوە نمونەی وەکو کەسێک وایە لە دوورەوە جێشێکە بینێ سوپایەکە بینێ کە ئەزانی هاتوونەتە یان قەومەکەی سوپاکە کە لە دوورەوە ئەبینێ بۆیە بەپەلا گەڕێتەوە ئەڕواتە بەرزاییەک هاوارەکە بۆ ئەوەی زوو قەومەکەی ئاگادار کاتەوە کەوا بکەونە خۆیان ئەوە جێشێک و سوپایەک بەدەمەوەی بەدەست یعنی لە پشتیەوەیەتی ئاگاداریان نەکاتەوە کە ئەو سوپایە هاتن بۆیە فریای خۆتان بکەون لەبەر ئەوە هاوارەکە ئەڵێ یا سەباحا بۆیە منشوتم یا سەباحا تا پێتان بڵێم کەوا ئاگەری جەهەنەم چاوەڕێتانە ئەگەر شوێنی منهەجی خوا نەکەون. ثم دعاهم إلى الحق. ئەم جا دوای ئەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی یعنی یان بانگەوازی کردن ئەم جا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بانگەوازی کردن بۆ لای حەق و ڕاستی وأنذرهم من عذاب الله و ترسانیانی لە سزای خوای پەروەردگار خص وعم. ئەم جا بە تایبەت و بەگشتی لەگەڵ هەمویانە قسەی کرد. فقال بەڵێ يا معشر قريش فەرمووی ئەی معشەری قوڕیش یعنی ئەی با بڵێن هۆزی قوڕیش اشتروا أنفسكم من الله خۆتان بکڕنەوە لە خوا أنقذوا أنفسكم من النار خۆتان لە ئاگری جەهەنەم ڕزگارکەن فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا من ناتوانم هیچم بەدەست نییە دوایی ناتوانم نەزەرتان پێ بگەیم نە قازانج ولا أغني عنكم من الله شيئا هیچ ناتوانم بگەمە فریاتانە لە ڕۆژی قیامەتە من تەنها لەسەرمە ئاگادارتان کەمەوە. يا بني كعب بن لؤي ئەمجا ڕۆیشتە ناو عەشرەتێکی تر لە عەشرەتە گەورەکانی قوڕیش أنقذوا أنفسكم من النار فەرمووی بە هەمان شێوە فەرمی خۆتان ڕزگارکەن لە ئاگری جەهەنەم فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا فەرمووی من هیچ زەرەر و قازانجێکم بەدەست نییە بۆتان. يا بني مرة بن كعب ئەی بەنی مڕەی کوڕی کەعب هۆزێکی ترە یا تیرەیەکی ترە لە تیرەکانی قوڕیش أنفسكم من النار خۆتان لە ئاگری جەهەنەم ڕزگارکەن. يا معشر بني قصي بني قوسەی ئەوی شەر عەشرەتێکی ترە أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. بەڵێ فەرمووی خۆتان لە ئاگری جەهەنەم ڕزگارکەن چونکە من هیچ زەرەر و قازانجێکم بەدەست نییە بۆ ئێوە. يا معشر بني عبد مناف ئەم جا هاتە سەر تیرە نزیکەکانی خۆی أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. بە هەمان شێوە ئەوەی فەرموو کە لە بۆ ئەوەکانی تر فەرمووی يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. هەر هەمویان دانەدانە ئەمانە هەمووی تیرە گەورەکانی قوڕیشن
یان ئەتوانم بڵێ عەشەتە گەورەکانی قوڕیشن دوای ئەوە دێتە سەر تیرەکانی ئەو تیرانەی کە خزمی خۆین ئەمجا دانە نزیکەکانی خۆی يا معشر بني عبد المطلب ئەمجا تەواو نزیکی کردەوە أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مال ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا. فەرمووی خۆتان ڕزگار بکەن فریای خۆتان بکەون داوای هەرچیم لێکن لە پارە و پولی خۆم ئامادەم لە خزمەتتانایە من بەڵام بۆ قیامەت من هیچم پێ ناکرێ. يا عباس بن عبد المطلب يعني عباس لو كاتيك رئيس عشرتي بني هاشم بو يعني لجي عبد المطلب بو يعني اتواني بلي يكيك بو لقوركاني بنين يعني ابو طالب قوركان بس عباس لي عماد ابو ويروي كده عباس لا أغني عنك من الله شيئا. ان جاك تشيكي تري عبد المطلب لي يا ابو صفية بنت عبد المطلب دايكي أمة رسول الزبير الله. دايكي الزبير لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت أمجا محمد سيكا. رسول الله ما مكاني دعاء وي 10 كانوا تيرا كان حتى هي نايتا 10 كان خوي امجا دعاء امجا خزمني كان لمام يكي وامجا لبوريكي وامجا تسر يكي لمن على كاني كلو اماده بن ك فاطمه بولو شنو اماده بك هيشتا غنجي تازه بيغيشتو بو باوي شيوت سليني ما شئت من مالي أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا. فرمي اگر بارتان ايوه من لخ خزمتانم يعني اگر بارت ايوه فاطمه باري من همه هي ايوه هم لخزمتانا هرچی بتوانم لە دنیای ئەتوانم بەڵام بۆ قیامەت و بۆ ئاگری جەهەنم و ئەوانە من هیچم پێ ناکرێ خۆتان فریای خۆتان بکەوە. ولا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي أصلها حسب حقها. تەنها من ڕەحمەکەم يعني وەکو بڵێ خزمایەتەکە موضوع خزمایەتەکە نەبێگینا هیچم يعني لەدەسان نییە لە ڕۆژی قیامەتە منش لە خزمایەتەکە ئەوەندەی لە توانامە بێ سڵەی خزم و ئەگەێنم يعني پەیوەندی خزمایەتەکە ئەگەێنم وەکو لە دنیا بەڵام لە قیامەتە ئیتر. ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا. كاتي ام انذاری دا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەمویان بڵاویان کرد قسەکانی تەواو کرد ئەوانش بڵاویان کرد هەرکێ بۆ شوێنی خۆی. ولا يذكر عنهم أي ردة فعل تا ئەو دقە هیچ کەسێک لە دوورەکان ڕەد فعلێکی نەبوو تەنها لە خزمەکانی خۆی لە مانێکی سوى أن أبا لهب واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. کەس وەکو بڵێ لەو مەجلیسەیە کەسێ وەڵامێکی يعني بەرامبەر پێغەمبەر وەڵامێکی توندی نەبوو یان قسەیەکی نەکرد تەنها ئەبوو لەهەب نەبێ ئەویش بەبێ ئەدەبیانە وتی تبا لك سائر اليوم يعني وەکو بڵێ تیا بچی لەوەی کە ماوە لەو ڕۆژەی کە تیایان يعني وەکو بڵێ تۆ ئێمەت بۆ ئەمە کۆ کردەوە دوعایەکی شەڕی لێ کرد عرب عادەتی وا بوو کاتێ دوعایان لە یەکتری بکردایان و تبا لك سائر اليوم عادەتیان وا بوو ئیتر کە ئەم قسەیە کرد وتی باشە تۆ ئەمە نەخ هاوار و هینت کرد بۆ ئەمە ئێمەت کۆ کردەوە جا ئەوە بوو خوای تەعالا ئەو ئاەتەی دابەزان تەبەت یەدا ئەبی لەهەبی وتەب. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى. بەڵێ طبعا ئەم بانگەوازەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە هەموو ماڵێکی مەکەیە دەنگی ئەدایەوە يعني وە نەبێ شتەکە بڵێ هەروە قسەیەک بۆ ڕۆیشت هەموو ماڵێکی مەکە ئەو ڕۆژە باس ئەوە بوو تا خوای تەعالا و ئاەتەی دابەزان فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بلى سورة حجر آية 94 خوای تەعالا فەرمێ فاصدع بما تؤمر يعني ئەوەی ئەمرت پێ ئەکرێ بیدەرە گوێیانە وأعرض عن المشركين وپشت خەڵکە لەوانەی کە گوێت لێ ناگرن خەڵکانێکی گوێ ناگرن بەڵکو دژایەتی شەکەن تۆ پشتیان لێ بکە و قسەی خۆت بکە. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم. لو رجب دعاء كتاب الله. لو رجب دعاء پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ایتر اگشت هر شونی قربالخیکی قریش ایتر لشونك كوب وان تولى ناديك دابر نشتان يعني دوخانك لدوخانكان ديواني لديوانكان پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم اوستال لسرسريانو قرآني بو اخوان نوا ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بەڵێ هەر ئەو فەرمایشتەی ئەو کە پێغەمبەرەکانی تر بە قەومەکانیان ئەوت ئەوش ئەوە بوو یا قەومی اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أو سەرەتای دعوەی پێغەمبەر بوو صلى الله عليه وسلم، يعني دعوة إلى التوحيد ومناقضة شرك. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم. ئەمەی تەنها بە گفتار نەئەوت، بەڵکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەبەر چاویانە لەبەردەمیانە نوێژیە کرد و عیبادەتی تەنها خوای ئەکرد بەبەر چاویانەوە. فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد. بەبەر چاویانەوە لە پاڵێکی کعبەیە ڕووی ناکردە هیچ بتێک، نوێژیە کرد بۆ خوای پەروەردگار نەهارن، يعني بەڕۆژ، جەهارن بە ئاشکرا و بەبەر چاوی هەر هەمویانەوە. موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هەڵوێستی مشریکین بەرامبەر بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە دوای ئەم حاڵەتانە، ئەم بانگەوازە. اشتد إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الجهر بالدعوة. زۆر بە توندی مواجهەی پێغەمبەریان کرد صلی الله عليه وسلم دوای ئەوەی بانگەوازەکە ئاشکراکرا، زۆر بە توندی مواجهەیان کرد. ومن صور هذا الإيذاء ما روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال. طبعا ئازاری پێغەمبەریان زۆردا، خۆی وەکو خودی خۆی، حتى یەکێ لەو ئازارانەی کە ئازاری پێغەمبەریان پێدا بخاری مسلم یێڕنەوە لە ابن مسعود وخوای لە ڕازی بێ ئەفەرمێ: بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. طبعا کاتێک کە پێغەمبەری خوا نوێژێ کرد بەبەر چاویانەوە لە پاڵی کعبەیە، ئەبوو جەهلیش لەگەڵ ئەسحابەکانیان دانیشت بوون تەماشایانە کرد. هەندێکیان بە هەندێکیان وتیان کی ئازایە ئەڕوا ناوسکی ئەو حوشترانەی کە بەنی فلان دیارە قەساوی لەلای ئەوان بووە، دوکانی قەساوی شتیان هەبووە لە ناو مەکەیە، کی ئەڕوا ناوسکی حوشتەکان کە لەوێ سەر بڕاون ئەیهێنێت و ئەیکا بەسەری محەممەدا، يعني ناوسکی حشتەکە دێنەوەی کا بەسەری محەممەدا لە کاتێکە کە سوژدە ئەبا. فانبعث أشقى القوم. بەدبەختترین کەسیان هەڵسا، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ئەفەرمێ خراپترینیان یان بەدبەختترینیان هەڵسا ڕۆی ناوسکی حشتێکی هێنا کاتێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سوژدەی برد، خستێ بان نێو شانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەکردێ بان سەریا و بان شانیە. وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع. ئەڵێ من ابن مسعود ئەڵێ خۆم تەماشامە کرد بەڵام هیچم پێ ناکرد، هیچ دەسڵاتێکم نەبوو نەمەتوان نەمەزانی چی بکەم يعني. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. طبعا پێەکەنین و لارە بنەوە بەرولای یەکا و گاڵتەیانە کرد ئاوا بەم لاو بەولایە لەگەڵ یەکا و قەشمەریانە کرد بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. حتى جاءته پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سوژدەی برد بوو، سەری بەرز ناکردەوە، يعني ئەوان کردویانە مان سەرە پێغەمبەر سەری بەرز ناکردەوە. حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ورفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. حتى فاطمة کچێکی تازە پێگەیشتوو بوو، کچی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هات لەبان پشتی پێغەمبەری خوای لادا و ئەمجا پێغەمبەری خوا سەری بەرز کردەوە و ئەو دوعای فەرمووی اللهم عليك بقريش، دوعایەکی شەڕ لە قوڕیش پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوعای لێکردن. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين كان لهما بالغ الأثر في نفع الدعوة. بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوو هەنگاوی زۆر پڕ لە دانایی نا زۆر کاریگەری هەبوو لەسەر بانگەوازی ئیسلام لەو کاتە، ئەویش بریتی بوو لەم دوو هەنگاوە. هەنگاوی یەکەم اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي مركزا للدعوة وليجتمع فيها بالمسلمين سرا فيتلو عليهم آيات الله وليؤدي فيها المسلمون عبادتهم وأعمالهم. هەڵبژاردننی ماڵی ئەرقەمی کوڕی ئەرقام کە گەنجێکی تازە پێگەیشتوو بوو، ماڵیان لە پەڕێکی لە پەنایەکی مەکەوە بوو، زۆر دیار نەبوو، پێغەمبەری خوا ماڵی ئەوانی کردە بنکەی بانگەواز بۆ ئەوەی لەوێ چای بە مسلمانان بکەوێ و ئاەتەکانی قورئانیان بەسەرا بخوێنێتەوە و هەر لەو شوێنە هەمویان عیبادەت و خواپەرستیانە کرد لە ماڵی ئەوانە. طبعا شوێنێکی زۆر استراتیژی بوو، زۆر بەرچاو نەبوو و هەنگاوێکی زۆر مهم بوو بۆ
بڵاوکردنەوەی دعوە. والخطوة الثانية هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة. هەنگاوی دووەم دوای ئەوەی کە ئازاردانی قوڕیش بۆ پێغەمبەر و ئەسحابەکانی زیادی کرد، هەنگاوی دووەمی نا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەویش داوای لیان کرد کەوا کۆچ بکەن، بە تایبەت کۆچکەن بۆ حەبەشە. طبعا کۆچکردنیش بۆ حەبەشە کۆچی یەکەم و کۆچی دووەمیش زۆر گرنگ بوو، زۆر جا ئەوش ئەخوێنین و دوای ئەوە ئیتر ڕۆین سەر بابەتەکانی تر. الهجرة الأولى کۆچی یەکەم بۆ حەبەشە. حينما اشتد البلاء والفتنة والإيذاء على المسلمين في مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. كاتي آزار لسر مسلمانان زور زيادي کرد و بلاو مصیبت و فتنه لسریان زور زیادی کرد لەلایەنی قوڕیشیەکانەوە لە مەکە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بە ئەسحابەکانی وت ئەوانەی کە زیاتر معرض بوون کە سوکارێکی وایان نەبوو دیفاعیان لێ بکات، زیاتر معرض بوون بۆ لێدان و ئازاردان بۆ تەنانەت بۆ کوشتنیش، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پێی فەرموون بڕۆن بۆ حەبەشە، چونکە لەوێ پاشایەکی تایە زۆر عادلە و کەس لەلای ئەو زوڵمی لێ ناکرێ. هەواری گەیشت بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئێوەش بچن بۆ وڵاتی ئەو مەلیکە تا وەکو خوای تەعالا دەرویەکتان لێ ئەکاتەوە و لم حالتك هانتيا رزقارتنا به. فخرج المسلمون حتى نزلوا بالحبشة فأكرمهم النجاشي وأمنهم. مسلمانان هندێک یان دەرچوون کە ژمارەکان ئێستا باسەکە دەرچوون بۆ حەبەشە، لەوێمانەوە ڕۆیشتە لای نەجاشی جا ڕێزی لێگرتن و ئەمانی پێیاندا. وكان أول من هاجر من المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه جمع من كبار الصحابة. بەڵێ وزوجته لەبێ یەکەم کەسێک کە هێژەتی کرد لە ئەسحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم عثمانی کوڕی عەفان و خێزانەکەی بوو کە کچی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم رقية، وتبعه جمع من كبار الصحابة، کۆمەڵێکی تریش لە ئەسحابەکان لەگەڵیا چوون لە گەورە ئەسحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. وكانت الهجرة الأولى سنة 5 من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. هجرتي كمي أصحاب كان في غمر خوا صلى الله عليه وسلم بو حبشة صالي بينجي مبعثي في غمر بو، يعني صالي بينج لو كفي غمر خوا صلى الله عليه وسلم بو في غمر. بله. وعدد الذين هاجروا فيها جماري أواني رجلا و4 نسوة. بله جماري أواني كبجداريان كلو كوتشا بريتيبون لا ينزبياو وشوار آفرت. طبعا أما باب زاني أما خوا واريكي خست هجرة يكم بكري ودواي أو خبر بيسن أواني كوا لوين خبريان بيس كقريش إيماني هنا وهاتنوا سبحان الله. تقريبا أوانيني كان دروس كرت من كيف بمسلمانان دروس كرا لوي أوان كرويشن لبيشا تقريبا جوي كان رخصان بوي مسلمانان بزور بيتشن شو أجر هميان بيكوب شوان أو جملة زورة بيش أو وضعك بزانن يعني حالبا لو تشوف نجاشي توزيك كوتايته بمانوه بەڵام کە ئەوانە چوون و لەگەڵ نەجاشیە قسەیان کرد و نەجاشی تەواو تەسیری تێکرد حتا یعنی دوای ئەوە ئیمان هێنێ بۆیە جەوێکی باش ڕەخسا تاوەکو هجرەی دووەم ڕووبدا. هجرەی دووەم. الهجرة الثانية فكان عدد الذين هاجروا فيها 82 رجلا و18 امرأة. ژمارەی ئەوانەی کە لە هجرەی دووەمە بەشداریان کرد 82 پیاو و18 ئافرەت بوو ئەمجا وأبناؤهم طبعا مناڵەکانشیان. وسببها أن المهاجرين الأوائل سمعوا بإسلام قريش فعاد بعضهم ومنهم عثمان بن عفان وزوجته. طبعا هو كوكاري أم هجرتي بو أو بو كجماعتي يكم بري كان قرانوا خبري عن بيسك قريش إيمانية ناوا ويا قرانوا يكلوا أنا عثمان وجنكي كاتي هاتنا وبمكسير يعني كل وضعك وانية. فلم يجدوا قريشا أسلمت. بنيان قريش يشتغل مسلمان نبون. ووجدوا المسلمين في بلاء عظيم وشدة. بالعكس بنيان حالي مسلمانان زور خراب تربوه. فهاجروا مرة أخرى ومعهم هذا العدد الكبير. أمجا كقرانوا كوماليكي زور لمسلمانان لقلينا الرويشتن. وقد أرسلت قريش في إثرهم عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا إلى النجاشي ليرد المسلمين. بلام قريش بو أوي طبعا زوري بينا خوش بو أمر رويدا بو سمعتي أو زور ناشرين بو
دوو زەلامی نارد بە هەدیە و دیارەیەکی زۆرەوە دوو زەلامی زۆر لێ هاتوو لە مفاوەزاتە کە بریتی بوو لە عەمری کوڕی عاس و عەبدوڵای کوڕی ئەبی ڕەبیعە ناردانی بە کۆمەڵێکی هەدایای باشەوە دیاری باشەوە بۆ لای نەجاشی تاوەکو مسلمانان بگەڕێنێتەوە. بەڵێ ولكن هيهات فقد أسلم النجاشي وأبى أن يردهم. بەڵام نەجاشی نەخێر نەک هەروای نەکرد بەڵکو زۆر ڕێزیان گرت و ئەمانی پێیاندا. بەڵێ بل أعطاهم الأمانة في أرضه وأقرهم على دينهم ورد رسل قريش لم ينالوا شيئا. بەڵکو ئەمانیشی پیان بەخشی لە وڵاتی ئەوە بژێن و ڕازی بوو لەسەر دینی خۆیان بمێننەوە و ڕازی بوو بە دینەکەشیان و دوای ئەوە ئیمانیشی هێنا. ورد الرسل قريش لم ينالوا شيئا. قرانيان يا جماعتي قريش ديك كبروا نخوا حافظا من تسليم هناك. ورد رسل قريش لم ينالوا شيئا. بله إسلامي حمزة كري عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بله كتابابتي أم شومان. خلال هذا الجو العصيب دخل في الإسلام رجلان عظيمان لهما كل الهيبة في صدور رجال قريش وهما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إسلام بوني حمزة وعمر كري خطاب رضاي إخوان ليبي رضي الله عنهما. دوای ئەم حاڵەتەکە لە بەسەر مسلمانان هات کە حاڵەتێکی زۆر تەنگەبەری بوو ئەلەو کاتە زۆر زەحمەتە دوو پیاوی گەورە لە قوڕیش ئیمانیان هێنا کە زۆر هەیبەتی هەبوو لە دڵی قوڕیشیەکانە لە دڵی يعني هەموو قوڕیشە زۆر هەیبەتیان هەبوو کە بریتی بوو لە حەمزەی کوڕی عەبدولمەطەلیب و عومەری کوڕی خەتاب. وهنا بدأت قريش في اتخاذ طريق المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تا ئەو دەقە کوشتار و لێدانێکی زۆر لە مسلمانان نەکرا بەڵام لەوە بەدواوە مەسئلەی مفاوەزات دەستی پێکرد. يعني ئوسلوبەکە گۆڕا لە ترسی ئەو دوو پیاوەیە چونکە ئەم دوو پیاوە زۆر کاریگەریان هەبوو لەسەر هەموو قوڕیش. تا ئێرە ئەوەسی إن شاء الله تعالى بإذن خواهي پروردگار درسي دهاتو أجينا ميثاق الظلم وشعب أبي طالب كلا بريتش لوبينج لو دسي بيكين لدرسي دهاتو من وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.